الجزائريين واخا هكذاك خوتنا، اما هذوك عديان ديالنا، حيث الله تعالى كيقول لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. هو هذا. العلاقات بيننا وبين اليهود هي علاقات وديه جدا. العلاقات بيننا وبين اليهود هي علاقات وديه جدا. وهذا الشيء ماشي عاد اليوم توليت رئيس الحكومه الله. يا أيها المنافق العام، عندما كنت في رئاسة حكومة المملكة المغربية، ألم تكن تحفظ تلك الآية الكريمة التي تحاول الآن استمالة الشعب المغربي بها لقضاء مصالحك السياسية؟ أم أن إسرافيل كانت أثناء فترتك الحكومية دولة جميلة وحسناء ذات شعر طويل وعيناها واسعتان، والآن في فترة التسكع لحزبك والشحاتة لجمع التمويلات تحولت إلى دولة قبيحة، والجزائر بلد العالم الآخر أصبحت من أخواتك وعائلتك. السي عبد الاله بن كيران، شكون اللي كيقتل لك في خوتك الان، الجزائريين ولا اليهود؟ شكون اللي كيمول العديان ديال البلاد باش يقسموا لك البلاد ديالك، اليهود ولا الجزائر؟ انا ما غاديش نرد عليك، غادي نذكرك بواحد السيد اخر هو اللي غادي يرد عليك، هو اللي غادي يعطيك على وجهك، هو اللي غادي يبين لك بان اليهود ليسوا اعداؤنا، بل بالعكس تربطنا معهم الموده. هذا الشخص هو هذا. العلاقات بيننا وبين اليهود هي علاقات وديه جدا. العلاقات بيننا وبين اليهود هي علاقات وديه جدا. العلاقات بيننا وبين اليهود هي علاقات وديه جدا. العلاقات بيننا وبين اليهود هي علاقات وديه اللي جدا. هو انت السي بن كيران دائما راه ما باقيش الشعب المغربي كيضحك عليه شي واحد. راه ملي كتشوف الشعب يميل في خطاب عمومي معين الى واحد الجهه كتمشي انت مع ديك الجهه، والامر يتعلق بيوم اعتراف اسرائيل بمغربيه الصحراء والعلاقه الطيبه، وهذيك الساعات لا المجتمع المغربي يعني المغاربه كلهم كانوا راضين على اسرائيل، راضين على اليهود، فانت ركبتي على الموجه وبديتي كتعطي تصريحات مقربه بين اليهود. دابا الان بمناسبه ديك الصلاه اللي كانت في مراكش بغيتي انت تطلع على الترند وتبين بانه تا انا راني ضد اليهود. اليهود كنعقلوا في التاريخ الاسلام ديالنا كانوا جنبا الى جنب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يعيشون جنبا الى جنب مع الصحابه من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كاين حتى شي اشكال وما كاين حتى شي مشكل بيناتهم. ولكن كتكون حروب، كيكون حتى بين المسلمين بينهم فيما بينهم. راه كانت الفئه الباغيه وكانت الفتنه الكبرى، وكانوا صحابه تحاربوا مع صحابه، وصحابه وقفوا بالسيف مع صحابه اخرين، وبالتالي في كل زمن وحيد هناك فئه باغيه تبغي على الفئه الاخرى. ونحن اليوم نعرف بان الفئه الباغيه اليوم هي الجزائر، الشيطان المنطقه. راه ليس الخطير اليوم في عالم السياسه في البلاد ديالنا ذلك السياسي اللي يجي وكنعرفوه شلاهبي، كنعرفوه يعني ينتمي الى حزب معين شلاهبي شفار كيعطي الرشوه باش يدوز في الانتخابات. انا نقول لكم هذا ماشي والله ماشي هذا خطير، ولكن الاخطر منه ذلك الذي ياتينا بالعباءه وبالتسبيح وبالصلايه وبالدينار هنا انا لا اشوه هذه الصوره. راه والدينا وجدودنا وخوتنا واصدقائنا راه فيهم مثل هذا البروفايل، يعني بروفايل في داير بهذا اللبس، وهذا ما كنهضروش على هذا البروفايل، لا كنهضروا على السياسي الذي ياتيك بهذا البروفايل، هو اللي خطير، وهذاك هو الذي يجب ان نحذر منه اخواننا الكرام. سبحان مبدل الأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الأمين العام لذلك الحزب الفاشل، يا أيها المنافق العام، إذا كنت توجه هذا الخطاب للمغاربة فالمغاربة ذاكرتهم قوية، لن ننسى سبك وشتمك للمغاربة، ولن ننسى خذلانك للمغاربة أثناء دخولك لحكومة المملكة المغربية. أما إذا كنت توجه خطاباتك إلى العالم الآخر، إلى شعب ونظام الكرارلة لتمويل حزبك، فأنت اخترت الجنس الصحيح،
فهم أصحاب ذاكرة السمك القصيرة، وهم في أمس الحاجة لمثل هذه الكلمات الأخوية، ومستعدون للتحالف مع المنافقين والشياطين كي يخرجوا من عزلتهم. يا أيها المنافق العام، عندما كنت في رئاسة حكومة المملكة المغربية، ألم تكن تحفظ تلك الآية الكريمة التي تحاول الآن استمالة الشعب المغربي بها لقضاء مصالحك السياسية؟ أم أن إسرافيل كانت أثناء فترتك الحكومية دولة جميلة وحسناء ذات شعر طويل وعيناها واسعتان، والآن في فترة التسكع لحزبك والشحاتة لجمع التمويلات تحولت إلى دولة قبيحة، والجزائر بلد العالم الآخر أصبحت من أخواتك وعائلتك. لا وألف لا أيها المنافق العام، أفضل لك أن تترك حزب العدالة والتنمية وتذهب إلى العالم الآخر، فقد هرمت واكتسح الشيب رأسك الغليظ، حتى أصبحت تحلق اللحية من جذورها لإخفاء الشعر الأبيض والشيب، أو أن تستبدل اسم حزبك باسم آخر، مثلا كحزب النفاق والسخرية.